شهدت وسائل الإعلام في مصر اهتماماً كبيراً بزيارة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إلى القاهرة، حيث اعتبرتها خطوة مهمة نحو إعادة الدفء إلى العلاقات بين المغرب ومصر بعد فترة من التوتر النسبي في بعض الملفات. وسلطت عدة منابر إعلامية مصرية الضوء على أن العلاقات بين الرباط والقاهرة عرفت في فترات سابقة بعض الفتور، سواء على المستوى الدبلوماسي أو في بعض المواقف السياسية، وهو ما انعكس أحياناً حتى على الخطاب الإعلامي بين البلدين. ومع ذلك، أكدت التحليلات أن هذه الخلافات لم تصل إلى قطيعة، بل ظلت في إطار اختلاف وجهات النظر داخل علاقات تاريخية تجمع البلدين. كما لم يغفل الإعلام المصري الإشارة إلى جانب التوتر الكروي، حيث شهدت مواجهات بين منتخبات وأندية من المغرب ومصر نوعاً من التنافس الحاد، خاصة في بطولات قارية، ما خلق أحياناً أجواء مشحونة بين الجماهير وامتد تأثيرها إلى وسائل الإعلام الرياضية. ومع ذلك، شددت بعض البرامج على أن هذا التنافس يبقى في إطار الروح الرياضية، ولا يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين. وفي تغطيتها للزيارة، ركزت القنوات المصرية على أن تحركات عزيز أخنوش تعكس رغبة مشتركة في فتح صفحة جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل التحديات الإقليمية. كما تم التأكيد على أهمية استثمار هذه الزيارة لتجاوز الخلافات السابقة وبناء شراكة أكثر توازناً واستقراراً. وبين الترحيب الرسمي والتحليل الإعلامي، بدا واضحاً أن الإعلام المصري ينظر إلى هذه الزيارة كفرصة لإعادة ترتيب العلاقات مع المغرب، سواء على المستوى السياسي أو حتى في تخفيف حدة التوتر الكروي، بما يعزز التقارب بين الشعبين ويعيد الأجواء الإيجابية بين الرباط والقاهرة.